بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وفي أحسن حال، وعيد سعيد علينا وعليكم كده إن شاء الله. احنا النهاردة روتين يوم عيد، يعني روتين مش يوم العيد، لا روتين من أيام العيد. اتغدينا وعملنا غدا يعني، وبعد الغدا قلنا نخرج بقى شوية كده زي ما انتم شايفين. طبعا العيد عند العيال هو الملاهي، يعني العيال تخرج كده في العيد عشان الملاهي يحسوا ان هم في العيد بقى ويتمرجحوا ويتفسحوا كده. فقلنا كده نخرج اخر النهار شويه انا واخواتي زي ما انتم شايفين، ومرجحنا بقى العيال، واحنا كمان خرجنا برضو العيد. ربنا يعيده علينا وعليكم كده بخير وسعاده وصحه وكلنا نبقى في احسن حال يا رب، وربنا يحقق لكل واحد امنيته يا رب العالمين. فالمهم انا كنت عامله غدا بقى كوارع زي ما انتم شايفين وممبار. الكوارع زي ما انتم شايفين يعني غدوه كده تقيله، والممبار لايق عليها قوي. فقلت اعملهم بقى النهارده. الكوارع انا بجيبها وبغسلها على الناشف زي ما انتم شايفين، بحطط عليها دقيق وملح، وبفضل ادعكها كده قطعه قطعه. ادعكها كويس قوي وهي لسه ما حطيتلهاش ميه ولا اي حاجه، يعني هي وهي ناشفه خالص. هي كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده وحطيتها من غير ما بالله وسبتها، ورحت رش عليها الدقيق، وبدات بقى ايه ادعكها زي ما انتم شايفين على الناشف. بعد ما بدعكها على الناشف وكلها بقى يعني ادعكها كده قطعه قطعه بالدقيق، بعد كده بروح حاطه عليها الميه وبروح نقعها. يعني انا ما بحطش عليها خل، الخل بيبقى يدي طعم كده. فانا بغسلها استغفر الله العظيم يا رب، بالدقيق وبالملح. بعد كده بنقعها شويه كتار كده، وبعد كده بروح شطفاها، واروح حاطه جايبه ميه برضو وملح وليمون ونقعها برضو. كل ده بقى وانا بقعد اشطف فيها كل شويه كده، تشطفي فيها وتغيري لها الميه لحد ما تبقى فله. الممبار بقى زي ما انتم شايفين هو اصلا جاي نظيف من عند الجزار. بس انا بقى برجع بقلبه وبرجع اعيد عليه تاني وبغسله زي ما بغسل الكوارع برضه بالملح والدقيق. وبعد كده بروح نقعاه، وبعد كده بروح غسلاه برضه، وبقعد اقلب من بره ومن جوه كل شويه لحد ما يتغسل معايا ويبقى فله، ويبقى نضيف جدا وما بيبقاش فيه اي ريحه ولا اي حاجه. دلوقتي بقى هنسلق الكوارع زي ما انتم شايفين. انا جبت حله وحطيت فيها حبه زيت وسبتها كده لما تسخن حبه زيت صغيرين كده، وهبدا بقى اشوح الكوارع فيهم. اهم حاجه ان انا هدي للتشويحه يعني تشويحه حلوه قوي، يعني هقعدها في التشويحه دي قبل ما احط المنكهات الشوربه حوالي نص ساعه. بعد كده بروح نازله بقى بالمنكهات، بصلايه وفص ثوم وطماطم وبصل، وكل ده بروح مقطعه قطع صغيره وبروح نازله عليه. وطبعا ما ننساش برضو التوابل وكده، اللي حطيت قرفه خشب، ورق لوري، حبهان، مستيكه، كل ده بحطهم وببقى مسخنه. طبعا ما ينفعش بعد ما شوحت التشويحه دي كلها يتحط لها ميه من حنفيه، لا لازم يتحط لها ميه مغليه. فزي ما انتم شايفين انا غليت، سخنت الكتل، مليته ورحت نازله عليها. هلاقيها محتاجه كمان شويه، هرجع اسخن في كاتل تاني وازودها، يعني ما ازودش ماء من الحنفيه خالص عشان ما نرجعش لنقطه الصفر وكأن هي لسه ما اتعملش فيها اي حاجه خالص. وهسيبها بقى هدي عليها خالص واسيبها تستوي بقى براحتها لحد ما تبقى زي الملبن. دلوقتي بقى انا هعمل الممبار زي ما انتم شايفين. انا جبت كميه الرز المناسبه للممبار، ورحت جايبه بصلتين متقطعين وطماطميتين متقطعين وشويه فصين توم حلوين كده والشبت والبقدونس، كل ده بحطه على بعضه. هي زي خلطة المحشي، بس بتفرق بقى في ايه، في الطماطم المتقطعة. لان انا بحب اقطع في الممبار طماطم، بتبقى تديله طعم حلو قوي، بالذات قطع، يعني حتى مش مبشوره لا قطع. وبعد كده بروح حاطه التوابل، بحط بهارات مشكله، بحط كزبره ناشفه، وبحط طبعا بظبط الملح، وبعمل اشفشق عصير طماطم وبنزل بيها على المحشي. وبقعد بقى اقلبه كويس قوي قوي خلطه المحشي كلها. ان انا يعني ايه كلها تاخد نفس الملح بقى والبهارات والخضار والبصل وكل ده، بلفه يعني. وبعد كده ببدا احشي. بقى انا بقطع الممبار قطع، يعني لا هي كبيره قوي طويله ولا هي صغيره، وممكن تقطعه اصغر من كده برضه. انا ساعات بحب اصغر من كده بس ما كانش عندي وقت، الوقت كان ضيق فقطعت ايه يعني كبرت شويه. وبعد كده ببدأ احشيه. اهم حاجة اما نيجي نحشيه ما نملاهاش قوي لا، ولا حتى نصها، نخليها مهوية خالص خالص عشان ما تفرقعش معانا في الشوربة وتتفك، او لان الرز بيزيد وبتتسلق في الشوربة بتاعة الممبار بتفرقع يعني. وبالذات نهدي عليها برضه، دي تكة مهمة قوي ان احنا نهدي على سلق الممبار، عشان الغلي الكتير او ان الغلي يبقى جامد بيخلي الممبار يفرقع.
فزي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم احنا بحشيه وبهبقى مخليه مهوي خالص خالص خالص. ما بحشيش يعني ايه ان البتاعه تبقى حاطه نصها، لا اقل كمان. وببقى حاطه بقى على زي ما انتوا شوفوا، زي ما انتوا شايفين اهي مهوياها خالص. وبقعد ابططها كده في الطبق علشان تبقى مهويه. وانا برضو قلت احشي في طبق لوحده علشان لو فاض رز يبقى نضيف، ما يبقاش له في الممبار يعني كان فيه كده. وبعد كده ببقى اروح جايبه حله وحطاها تتسلق، ميتها تغلي يعني. وبعدين بروح سقط اول ما تغلي هبدا بقى انزل الممبار واحده واحده كده علشان يتقفل من الجنبين. يعني كل ما الميه تكون مغليه، كل ما تحط الممبار القطعه يعني تلاقيها روح مقفوله من هنا ومن هنا ومن هنا بالميه السخنه، تلاقيها كشت، تلاقيها ما تخرجش خالص اي حاجه رز يعني. وبروح مهديه عليه بقى خالص خالص يستوي بقى براحته. بعد كده بروح بعمل بقى الكوارع، هعملها صينيه في الفرن، لاني مش هعمل فته ولا حاجه. هعملها صينيه. جبت صينيه وحطيت فيها فصين توم 3 كده حلوين، وحطيت حبه زيت ان انا اشوحهم يطلعوا الريحه كده ويصفروا معانا. وبعد كده بروح عامله برضو شفشق عصير طماطم واروح نازله بيه، واسيبه بقى لحد ما يغلي. وبحط له التوابل، بحط له بهارات مشكله وفلفل اسود وشطه وكزبره ناشفه وكمون. حط كل التوابل اللي عندك اللي بتحبيها بقى على الصينيه. وبعد كده بسيبها لحد بس ما تغلي، يعني مش هقولك تسبك، لا تغلي، تاخد اول غلوه. وبعد كده بروح نازله بقى بالكوارع تسبك بقى كده كلها مع بعضها وتغلي مع بعضها. واول ما الاقيها اتسبكت والكوارع بقى كده، بروح مدخلاها في الفرن تحت الشوايه تاخد لون. الكوارع برضه بتبقى حلوه قوي قوي لما بتاخد لون مع الرز الابيض، بتبقى حاجه تحفه كده. انا بقى دلوقتي شوفوا هي بدات تغلي، حتى الطماطم لسه فاتحه ما اتسبكتش، لان هي انا هسيبها تتسبك مع نفسها. يعني حتى شوفوها دلوقتي وهتشوفوها بعد ما تتحمر، هتلاقوا الطماطم اتسبكت. واذا احتجت ان انا ازود سائل او حاجه، بروح مزودها حبه شوربه من شوربه الكوارع. بعمل بقى معاهم حبة رز أبيض كده مع الشوربة بقى وكده. بتبقى أكلة حلوة أوي أوي وتقيلة كمان ومغذية مع الممبار. مش عايزة تعملوا رز ما تعمليش براحتك. ده الممبار السلق وطلع معايا ونسيبته يهدى شوية. وبعد كده هروح محمراه في الزيت على البوتاجاز. فهتشوفوه بقى بعد ما يتحمر. شوفوا شكل الكوارع عامل ازاي بعد ما طلعت من الفرن، طرية جدا جدا يعني زي الملبن. والريحة طبعا تحفة، والتحمير ده بيبقى عتاد شكل وطعم حلو قوي. الممبار برضو طلع معايا هو ما شاء الله، يعني شكله حلو، الكمية كويسة. زي ما قلت لكم عايزين تعملوا معاه رز ابيض براحتكم، عايزين تاكلوه كده، دي حاجة ترجع لكم منه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوا القناة تعملوا لايك وتعملوا شير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وفي احسن حال. خلي بالك على الدكان.